السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه؟ يا رب دايما بخير وفي احسن حال يا رب. كل عام وانتم بألف خير دايما يا رب. في وصفة النهاردة هنشوف الرقاق الناشف يتعمل بأسهل طريقة وأبسط مكونات، هش وخفيف جدا. كمان التسوية بتاعته الحمد لله تطلع مظبوطة، ومش هنعمله على البوتاجاز، وهقول لكم ليه وهقول لكم هنعمله ازاي، وهنوفر فيه قد ايه ان شاء الله. وصفة سهلة وبسيطة وما بتاخدش وقت خالص، يعني هو بعمايله بالتسوية خدت حوالي ساعة، ويطلع بالجمال والشكل الرائع اللي انتوا شايفينه ده، وبالحجم كمان اللي انت عايزاه. يعني هتظبطي حجمه وتظبطي تسويته زي ما انت عايزه. خليكم معايا بقى في الوصفه الجميله دي تشوفوا عملناها ازاي. هنبدا بسم الله. انا عندي كيلو الا ربع دقيق، حطيت عليه نص معلقه ملح ومعلقه سكر، الاتنين بيعملوا تعادل حلو قوي في العجين. انا محتاجه كوبايتين ميه او كوبايه ونص ميه حسب الدقيق بتاعي. الاول انا بقلب الملح مع السكر في الميه علشان بس السكر والملح ما يجوش في حته غير حته، يعني تقليبهم بيكون افضل. وبحطهم على العجين. هبدا الاول بكوبايه ميه، ومش هزود الا لو احتجت، علشان طبعا حسب الدقيق زي ما قلت. وانتي بتعجني ما تستعجليش، يعني ما تقوليش كده لا ده هي خلاص ناشفه محتاجه مني ان انا ازود ميه، او انها جت مثلا مرقش منك شويه، او خفيفه شويه محتاجه ان انا ازود دقيق. لا، لازم تتعجن على الاقل 10 دقايق، خاصه انا بعجن بايدي، غير طبعا العجان. فانتي هتديها وقتها في العجن. انا هنا احتجت كمان نص كوبايه ميه، بس انا طبعا بسرع علشان ما ازودش عليكم الفيديو. وهنا دي العجينه معايا انا شايفاها مظبوطه وحلوه، هي بس عاوزه تتعجن بتاع دقيقة ولا دقيقتين علشان تلم معايا بالشكل ده. بصوا بقى، هي بتسيب ايدي، بتلزق حاجة بسيطة اهي زي ما انتوا شايفين، لكن ما بتمسكش في ايدي جامد، وبتمسك بتلزق بسيط جدا برضو في العجان او في الطبق اللي انا بعجن فيه. فدي العجينة المثالية بتاعتي. خلي بالنا ان هي ما فيهاش اي دهون خالص، هي مجرد شوية دقيق ومية وشوية ملح وسكر وخلاص. فهي مش محتاجة مني اكتر من كده، هي دوت قوامها المثالي جدا. هسيبها ترتاح معايا بقى 5 دقايق 10 دقايق عادي، علشان اقدر اقطعها. هنا بجيب صينيه برشها بدقيق علشان برضو العجينه مفيهاش ماده دهنيه هتلزق. بصوا ما شاء الله انا سبتها 10 دقايق. عملت ازاي؟ طبعا الجو حر، فهي على طول ان هي بترتاح بتديني مطه حلوه، او بتديني الشكل اللي انتوا شايفينه دوت، عجينه ناعمه وطريه وجميله. اه فيها تلزيقه بسيطه، بس هو دوت المطلوب معايا. حاولي بقى تقطعي بالحجم اللي انت عايزاه او انت شايفاه مناسب حسب الصينيه اللي انت عايزاها. مش عارفه بالظبط ايه، قطعي حته واقلبي الصينيه بتاعتك اللي هتعملي فيها، وافردي عليها وشوفي هتبقى مناسبه معاكي ولا لا، عشان تعملي حجم الصينيه بالظبط. انا بصراحه قطعت عشوائي لان ما كانش في بالي ان انا اعمل في حاجه معينه، او ان انا هعمله ايه. انا هعمله حلو وحادق، فانا عملت الكميه ديت عارفه معايا ان انا هعمل بيها صينيه رقاق، وهيفيد 2 3 كمان هعملهم علي. شايفين هنا اللفة دي او البرمة بتاعت العجين دي مهمة جدا جدا، علشان ان هي تديني النعومية بتاعت السطح بتاعي دوت في الاخر. عملوا معايا حوالي 18 قطعة، ما شاء الله. حجمهم حلو، حجمهم مناسب ليا جدا. لازم اغطيها بكيس عشان الهواء ما يشققهاش، وطبعا الجو حر جدا، بس انا كنت مشغله المروحه، فعشان ما يشققش منك لازم تغطيها كويس قوي، وتسيبيها ترتاح على الاقل 10 دقايق. على اي سطح بدي رشة دقيق خفيفة برضو، ورشة الدقيق ديت ما تقلقوش منها، هي في الاخر هنفض الدقيق لو جه زيادة على العجينة ولا حاجة لا قدر الله. تحتها دقيق وفوقيها رشة دقيق خفيفة، وبأي حاجة عندك ابدأي افردي. نشابة رفيعة، نشابة تخينة، عصاية صغيرة، أي حاجة عندك افردي بيها هتنفع إن شاء الله. المهم أنا عايزة سمكها يكون رفيع قوي، وما تقلقيش مش هتتقطع منك خالص، طول ما العجينة بتستريح، طول ما هي تديك نتيجة حلوة جدا جدا، عمرها ما هتقطع منك. انا عاوزة سمكها يكون خفيف قوي علشان تكون حلوة معايا في التسوية. شايفين حتى من غير النشابة بتعمل معايا ازاي، بتبقى حلوة ازاي. ما شاء الله طالعة جميلة جدا. بصوا خفيفة وسمكها رفيع، وايدي لو هي واضحة في الكاميرا الايد باينة بتاعتي اهي ان هي خفيفة قوي كده، فتمام معايا. فردها كده. انا بس هنا جبت صينية عشان اعمل 2 3 احطهم عليها، بس لازم اغطيها برضو بقماشة ولا حاجة علشان ما تنشفش. في الاول بس بعمل 2 3 كده علشان التسوية. بص انا مش هطول الفيديو، بس هي كل ما بترتاح كل ما تديني نتيجة حلوة جدا في الفرد. شوفوا ما شاء الله، دي واحدة تانية بشكلها زي ما انا عايزة اهي، واجيبها واعملها، حتى بشيلها بايدي واحطها ما بتتقطعش خالص. اهم حاجة ان احنا نريح العجينة، بس نبقى مغطينها علشان ما تشققش.
هنيجي بقى للتسوية. انا عندي دوت صاج الفرن العادي خالص، انا بقلبه بس على ظهره ومشغله الفرن من تحت ومن فوق، لازم يكون من تحت ومن فوق. بص العجينه حتى لو حته يعني تنت ولا عملت بقدر افردها بمنتهى السهوله. الطريقه دي بتريحني في ايه؟ ان انا اقدر احط اتنين مع بعض زي ما انتم شايفين، ومن تحت وفوق، لانها ما بتاخدش تسويه خالص. شايفين ما شاء الله طالعه التسويه بتاعتها جميله خفيفه ازاي. انا حطيتها حتى في الشباك، يعني صوابعي شفافه، صوابعي باينه من وراها اهي. يعني هي بتتكسر بمنتهى السهولة، بس أنا طبعا محافظة عليها. وهنا بقى لو انت عاوزة تعمليه طري، ما تعمليش عجينة مخصوص ولا حاجة، زي ما أنا لفيت دي بتخليها بس تخينة شوية، ما بتخليهاش كتيرة في الفرن، فبتطلع معاكي طرية وتقدري تستخدميه رقاق طري. ملوش عجينة مخصوص ولا أي حاجة يا جماعة، ولا بتحط عليه أي مادة دهنية خالص. سويه زي ما انت عايزة. هتعمليه بقى ان هو محمر شوية، تعمليه ان هو أبيض شوية زي ما انت عايزة، بس أنا بحب ان هو يكون متحمر سنة. هنا مش تكرار، بس بوريكم دي اخر واحدة اتعملت او كانت موجودة، انها مستريحة. فما شاء الله ما خدتش ثواني، انا ما سرعتش الفيديو، ثواني وكانت مفرودة بمنتهى السهولة. ارجو ان الوصفة تكون عجبتكم وجربوها، عشان ان شاء الله هتعجبكم. ما اخدتش وقت مني خالص، وانا بعمل طبعا كمية اول باول، ما بعملش كمية كتير، علشان انتوا عارفين الرقاق لما بيتركن شوية بتحس انه طعمه غير بسيط. فهنا لا، انا بعمل اول باول، وهو فعلا ما خدتش مني الا ساعة وكان جاهز معايا. عماله تسوية. عاوزة تانية بقى في كيس كده، وتقفلي عليه جامد، وخلاص كده تمام قوي معاكي. لو عجبتكم الوصفة اعملوا شير، ومتنسوش التعليقات الجميلة، واللي مشتركش عندي ينورني ويشترك عندي. ودمتم دايما يا رب بألف خير.